بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا كتكوت النهاردة في اليوم الثالث. والله أنا كنت مترددة إن أنا أجيب دورة جديدة من الكتاكيت بسبب ارتفاع أسعار العلف. أسعار العلف كل يوم في الزيادة، يعني الكتكوت ثمنه رخيص، يعتبر الكتكوت ببلاش. الكتكوت من جنيه لجنيه ونص ل2 جنيه. يعني ده أنا جايباه كتكوت شركات رص أمات، في الرص من شركة أمال، وكتكوت بجنيه ونص، يعني يعتبر ببلاش. بس المشكلة في الأعلاف كل يوم في الزيادة. أنا يوم ما جبت الكتكوت من 3 أيام، النهاردة له اليوم الثالث، كان شوال العلف ب1120، وبيقولوا سعره زاد تاني. فمش عارفة إيه الحل في أسعار العلف، وهل يعني الكتكوت هيدي وزن والكيلو اللحم يرفع، هيجيب نسبة العلف اللي هياكله أو لأ. دي حاجة في علم ربنا. لكن أنا عشان إن أنا عندي هواية من رباية الطيور والكتاكيت والبط والطيور عموما، فدايما ما بقدرش استغنى عن إني أجيب طيور في أي وقت. أنا بعد ما جبت مجموعة من البط وبيعت البط على عمر أسبوع، فقلت هجيب شوية كتاكيت. الكتاكيت هنا خايفة لأن أنا كنت مغطية نص المكان، ودلوقتي عريته شوية بس، يعني المكان دافي عشان التصوير. أنا بدفي هنا طبعا بالكهرباء. أنا مركبة لمضتين 200 رفعهم شوية، أنا بنزلهم شوية يعني، وبغطي، بحاول أعرش نص المكان جيدة وأغطيه عشان تبتت الكتاكيت. زي ما كلمتكم وقلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده إن الكتاكيت يعني أقل درجة حرارة 33، من 33 ل35. نزلت درجة الحرارة عن 33 بلقت كتكوت كده بقى دبلان، بقت رجليه مكشكشة، يجيه إسهال في السن الصغير، لدرجة إن هو بيطلع منه نصران من ورا من كتر الإسهال. وكده الكتكوت بقى بيتدمر ومناعته بتضعف معايا بسبب البرد. وإحنا دلوقتي في غلو الأسعار، يعني إحنا في أبل، يعني ما ينفعش نغلط أي غلطة. إحنا بنحاول نحافظ والباقي بقى بنسيبه على الله، لأن لازم أحافظ على الكتكوت على أساس تجيني دورة بسرعة وتديني اللحم اللي أنا عاوزاه عشان أعوض نسبة ارتفاع الأعلاف اللي هي بالزيادة. أنا الكتكوت يعني الكتكوت الأهالي كويس وبرضه بيديني وزن، بس طبعا الشركات أحسن. في وقت إن هو دلوقتي الكتكوت يعتبر رخيص، يبقى بقى أنا بجيب الشركات، لأنه جبته هو الشركات زي ما قلت لكم رص أمات، وبسم الله ما شاء الله الكتكوت حلو يعني، والفرز بتاعه حلو، فرز أول، وجبناه نص. يعني مش شكل الكتكوت معانا زي ما حضراتكم شايفين هو في اليوم الثالث، وما شاء الله يعني الحمام هو البراز بتاعه تخين، يعني ما عندوش اسهال ولا عنده حاجه، لان انا محافظه عليه بدرجه الحراره وبتدفئه. كل ما تحافظ على الكتكوت في تدفئه كويس بيدي معاكي نسبه اللحم بسرعه، لانه ما ينفعش اي غلطه هتدمر بقى اللحم وتدمر التحويل، والكتكوت يضطر يقعد لل40 يوم ولا اكتر من 40 يوم. طب واحنا في قبل يوم او 2 زياده، لانه دلوقتي مش قابل ان الكتكوت يقعد مني. انا عاوزه بقدر الامكان والباقي على الله اعمل اللي عليا، على اساس الدوره اخلصها على 33 يوم. الكتاكيت لحد دلوقتي الحمد لله يعني في نشاط وحيويه وكويسه، على انه ان هو لسه في اليوم الثالث. بس الحجم بتاع الكتكوت بسم الله ما شاء الله يعني حجمه كويس. اوريه لكم معايا الكتكوت اهو. الكتكوت اكل يعني وشارب وحجمه كويس بسم الله ما شاء الله. ورجلين الكتكوت، رجل الكتكوت تخينه اهي زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. حجم الكتكوت حجم الكتكوت معايا بسم الله ما شاء الله. الكتكوت زي ما حضراتكم كده شايفين. لازم دلوقتي اللي يربي كتاكيت ويربي دار كتاكيت جديدة يحاول يجيب فرز الكتكوت الجيل الأول، ويجيب كتاكيت شركات عشان تدي معاها أوزان وتعوض معاها ارتفاع الأعلاف، ويكرمكم ربنا إن هي الدورة تنتهي بسرعة. لما تنتهي معانا على 33 يوم هتوفر معانا في العلف، لأنه عارفين إنه الأسبوع الأولاني بيستهلك كمية علف كبيرة. أنا كنت حتى بجيب العلف الشعبي معايا، المرة دي جبت علف الشركات، لأن أنا قلت علف بعلف وارتفاع في الأسعار بارتفاع في الأسعار، فأجيب علف الشركات هيبقى أنضف ويفيد معايا بسرعة. جبت علف القاهرة، أنا أول مرة أجربه، أنا كنت بستعمل الوادي واستعمل النهار،
بس في ناس قالت لي انه العلف القاهرة كويس، وانا لقيت التركيز بتاعه في الناعم 24. انا دايما الناعم بجيبه وبستعمل، يعني انا بربي كتاكيت لي اكتر من 20 سنة، كنت دايما بجيب العلف الناعم تركيز 23. لكن هو العلف اهو، العلف الشعرية ده تركيز 24 في الناعم. وقلت اتكل على الله واجيب دورة جديدة، وربنا اللي يبارك بقى، وربنا اللي يعوض مصاريف العلف الغالية وارتفاع الاسعار دي وعلى الله. طبعا الاستقبال انا وريتكم قبل كده في الفيديوهات، انا استقبلت على محلول معالجة الجفاف، يعني يعتبر محلول معالجة الجفاف بتاع الأطفال استقباله كويس. بس خلي الواحد ما عندوش محلول يستقبل على عسل أسود أو سكر. أنا بقى المرة دي بقى ما كانش عندي لا محلول ولا عسل، استقبلت على الفيتامينات والأملاح. هتقولي لي فيتامينات وأملاح والكتكوت لسه عمر، لسه مش ساعات، لسه يا دوب الكتكوت جاية، اسقيه فيتامينات واسقيه أملاح. أقول لك عادي، أنا جربتها قبل كده ولقيت الفيتامينات والأملاح كويسة جدا، إن أنا بستقبل على الفيتامينات والأملاح. حطيت 2 سنتي من الأملاح على 2 سنتي من الفيتامينات، ألف د 3 اهي والأملاح. واستعملت سقاية الكتكوت. أنا أول ما جبت الكتكوت سبته في المكان، كنت مولع اللمبات دي عشان المكان يدفى، وسبت الكتكوت في المكان ودفيته، سبته ساعتين يشرب في الأملاح والفيتامينات. سقيته مية الأول، لأن الأملاح والفيتامينات بتغسل أمعاء الطائر. عارفين كيس الملح اللي في بطن الطائر؟ يعني احنا لما بنجيب الكتكوت بيبقى ينزل الإسهال الأخضر والأصفر، ده الأخضر قوي اللي زي الزيت الأخضر. فالأملاح والفيتامينات بتعمل غسيل للأمعاء بسرعة، وبتنزل بقى كميات من الطائر. فأنت حتى لما حضراتكم وريكم البراز بتاع الطائر، يعني الحمد لله إن هو ما عندوش إسهال. دايما بيبقى في الفترة الأولانية ممكن يسهل، لكن الحمد لله ما سهلش. سقيته أملاح وفيتامينات أول 8 ساعات، وبعديها استعملت معاه الكوليستين 8 ساعات. لو هتقدري هتحافظي على الطائر من البرد وهتدفيله المكان، يبقى كفاية عليك الأملاح والكوليستين. لو حاسة إن هو الطائر ممكن نسبة درجة الحرارة مش مظبوطة، بتضطر تجيبي له مضاد حيوي معه والتنفسي، نجيب له نيوترابيت ونجيب له كوليستين. بغلط جرام من النيوترابيت على جرام من الكوليستين وبضيفه لمدة 8 ساعات. يعني الحمد لله النيوترابيت والكوليستين بسم الله ما شاء الله بيستعملوا مع الطائر. أي طائر يبرد مني ويحصل عنده برد في الأسبوع الأولاني بيجيب قوي قوي فعال، وبيجيب معاه وبيعوض نسبة البرد. وبعد ما بلقى الطائر كده خفيف ويسهل وكاشش مني، لا بينفع معاه اللي هو المضاد الحيوي النيوترابيت والكوليستين، بيجيب معاه بسرعة. لكن إن كان المكان أنت بتقدري تظبطي درجة الحرارة ومكانك دافي وكويس وبتهتمي بالكتكوت، مش محتاجة لا النيوترابيت ولا الدوكسين. بتستقبلي زي ما قلت لك على السكر، على العسل، على الأملاح والفيتامينات عادي، أو على محلول معالجة الجفاف. وبياكل العلف، أي نوع من العلف بتستمري عليه من، بس بيبقى بيستمر عليه بقى طول الدورة، ما ينفعش تغيريه. بنستمر على نوع واحد من العلف، بوكل العلف اللي هو الناعم. أنا بوكل 15 يوم لحد لما يصل 400 جرام. بيصل عندي في مسافة 15 يوم أو أقل، من 400 ل 500 جرام ببدأ أغير له على العلف الحرش. وأقول لكم بقى في الفيديوهات اللي جاية. زي ما قلت لكم، أهم حاجة في عمر الكتكوت في الأول درجة الحرارة، الاهتمام بدرجة الحرارة إنها ما تقلش عن 33 وما ترفعش عن 35، والاهتمام بالنظافة، وبعد كده بالتهوية ونوعية الكتكوت. لازم الكتكوت يبقى الجيل الأول، ودلوقتي عندك الفرصة إنك تجيبي كتكوت جيل أول، لأن الكتاكيت رخيصة. ما عنديش مشكلة في أسعار الكتاكيت، يعني الأول كان ممكن الناس تجيب كتكوت الأهالي لأنه سعره رخيص، لكن دلوقتي حتى كتاكيت الشركات سعرها رخيص. وهو كتكوت بسم الله ما شاء الله، الكتكوت أهو عمر 3 أيام، يعني بسم الله ما شاء الله حجم الكتكوت كويس، وعم حصلت تحت واكل كمية العلف، واكل كمية كبيرة من العلف، وأكل كويس وحجمه كويس. يبقى اهتموا بالنظافة والتدفئة. وعلى الله، وأكمل معاكم في الفيديوهات الجاية وأصور معاكم إن شاء الله، وراء البركة على ربنا. وادعوا لي إن ربنا يعوضني في أسعار العلف الغالية، وأكمل معاكم الفيديوهات إن شاء الله اللي جاية. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك في القناة وعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.